حماتي بتقولي انتي مش جايبه حاجه في جهازك، على الرغم ان انا جايبه حاجات كويسه. طالما انا مش ناقصه شقتي حاجه، طالما انا جايبه حاجات قيمه ونظيفه، محدش ليه دعوه. يا مساء الخيرات، شايفاكي ان انتي اول مره تيجي تشتركي في القناه واثبتي وجودك بالكومنت. انت تابعيني، اعملي لايك للفيديو ده، ويلا بينا نشوف الفيديو بيقول ايه. كنت سايبالكوا اسك على الانستجرام وبعتولي حاجات. انا كنت متخيله ان الاسئله هتكون ميك اب بقى ونجيب ايه ونشتري ايه وجربتي ايه والكلام ده، بس اتفاجئت بالرسائل اللي جات لي ان هي حاجات متنوعه قوي. يعني انتوا ناس متنوعه. ده ما يمنعش ان احنا هنتكلم في كل حاجه، لان انا بحب اتكلم معاكم في كل حاجه. بصوا، انا كاتبه الاسئله هنا كلها لان انا بصور بالموبايل اللي اصلا فيه الرسائل بتاعتكم، فانا كتبتها علشان اقراها لكم من هنا. انا عايزاكم تسمعوا اول سؤال، يعني هو لفتني قوي عشان كده انا بدات بيه بصراحه. بتقولي انت ليه مش بتعملي فيديوهات طبخ؟ انت شفتي فيا ايه ان انا اعمل فيديوهات طبخ؟ بعمل معاكم فيديوهات اللي هي الروتين، اللي هي مثلا بعمل حاجه في الشقه بروح مورياكم انا هعمل اكل ايه كده، لكن مش لدرجه ان انا اعمل فيديوهات وصفات، لان انا بحط اي حاجه على اي حاجه الدنيا بتمشي. لكن ان انا اقول لكم يا جماعه تعالوا هعلمكم الاكله الفلانيه، لو باظت انا ماليش دعوه. بس لو حسيت ان انا في يوم من الايام بعرف اعمل بقى المقادير بالظبط، ولو قلت لكم عليها هتمشوا عليها وتعملوها زي ما هي بالظبط وتطلع مظبوطه والكلام ده، يعني ممكن. بس بصراحه ما فكرتش في الموضوع ده خالص. ليه مش بتظهري جوزك في القناه؟ مش بظهر جوزي في القناه عشان اولا جوزي ما بيحبش اصلا التصوير، ما بيحبش النت، ما بيحبش انتوا فاهمين يعني. دي حاجه. الحاجه التانية ان هو لا، ساعات بيطلع معايا، يعني ممكن نعمل فلوج كده خفيف وهو يظهر معايا حته كده صغيره، بس هو ما بيحبش الكاميرا عموما، انتوا فاهمين، عشان كده هو ما بيطلعش معايا. بس انا نفسي اطلعه معايا بصراحه، بس هو ما بيحبش. تفطري ايه النهارده يا ميرو؟ بصي، لو قصدك على اليوم لان انا منزله الاسك في يوم وصورت الفيديو في يوم تاني، اليوم اللي انت منزله في الاسك ده كنت عامله مكرونه بشاميل بقى وكده. النهارده عامله بسله. وانا عايزه اقول لكم ان انا مؤخرا بقيت احب الخضار، يعني انا ما كنتش بحب الخضار، الحمد لله. يعني انت حاجه حلوه ان انا بقيت احب اكله. فعامله بسله ورز والاكله الجامده دي. اعمل قناه على اليوتيوب ازاي؟ نفسي اعملها لنفسي. بصي، هو انا مش هعرف اقولك، يعني اللي هم الناس اللي بتشرح حاجات على النت وعلى اليوتيوب ويقولوا لك تعملي ايه في القناه وامتى ده غلط وامتى ده صح. على فكره انا ما بعرفش كل حاجه عليه. لكن انت عشان تعملي القناه نفسها انا ممكن اقولك انت تعملي اكونت على الجيميل، خلاص كده انت بقى عندك قناه. لكن انا اسفه مش هقدر اقولك التفاصيل الداخليه دي، لان انا عشان اعمل القناه واقعد اعملها وانزل عليها واشوف الكوبي رايت والاسترايك اللي بيجي على الفيديوهات وننزل ايه وما ينفعش ننزل ايه وكده، شفت كمية فيديوهات رهيبة، شفت حاجات كتيرة جدا جدا علشان اتعلم. وبرضه في حاجات معرفهاش وبتقع مني. بصوا بقى الرسالة دي، انا بستناكي وبحب اتفرج عليكي. مش عارفه اوصفلك اصلا انا انبسطت ازاي لما شفت رساله. وعايزه اقول لكم ان انا بنبسط قوي لما بحس ان في حد واحد بس مستني الفيديوهات اللي انا هنزلها، مستنيها من باب ان انا بحب مروه وعايزه اشوف الفيديوهات اللي هي بتنزلها وعايزه اتابعها وعايزه اشجعها. ده اسمه حب. لكن في فئه كده معينه هي بتشوف الفيديوهات فضولا هي عملت ايه بس مش اكتر. فانا بحب الجزء الناس اللي هي بتتفرج عليا من باب ان هي بتحبني ومش عايزه مني اي حاجه غير ان هي بتحبني بس، وانا كمان بحب. فين يا جماعه، انا بجد حد هتلاقوه عنده رضا جدا، وهتلاقوني عندي تقبل للامور بطريقه مش طبيعيه. ممكن ساعات كنت ببقى متضايقه شويه ان القناه بتاعتي انا بقالي شغاله عليها حوالي تقريبا، خلاص انا داخله في السنه الرابعه وما حققتش اللي انا كنت عايزه اعمله. الاقي ناس زي كده بتبعتلي وناس بتحبني وكومنتات مثلا بتشجعني او ايا كان ايه اللي بلاقيه، بنسى بقى كل الزعل، كل اللي مضايقني ان انتي محققتيش حاجه على القناه اللي انتي كان نفسك تتارجتيه او اللي انتي كان نفسك تحققيه على القناه. بس ببقى مبسوطه من كلامكم. الرساله دي لو قعدت ارد عليها هرد في فيديو لوحده، فخلونا نكمل. عايزه اعالج وشي، وانا كمان والله. وانا حقيقي احنا بنعاني. بس اللي عايزه اقولهولك، لو انتي تعرفي تروحي تعملي جلسات، لو عندك مثلا اثر زي وشي كده، انا وشي فيه اثر حبوب كده، لو هتقدري ان انتي تدفعي اسعار الجلسات وتروحي جلسات على طول، تحسي بالفرق في وقت ملحوظ، مش هتقعدي فتره طويله. انت فاهمه قصدي؟ يعني حاولي تعملي جلسات. عندي فرح ومش عايزه البس دريس سواريه، البس ايه؟ طيب بصي، انا اولا انا اسفه ان انا صورت الفيديو متاخر، انا معرفش المناسبه بتاعتك جت ولا لسه. انا بطبيعتي ما بحبش البس فساتين سواريه
الافراح او في المناسبات ممكن تلبسي سالوبيت مثلا يكون اسود هيدي شياكه كده ومعاه شنطه بسيطه، هيبقى شكله حلو قوي. دايما السواري بيحب الغوامق شويه، يعني لو عندك جيب سودا على بلوزه مثلا شيفون او ستان سودا تبقى تحفه، بلوزه ستان على بنطلون يكون قماش تبقى تحفه. بصوا في تفاصيل كده ممكن تظبطيها بحيث ان انتي ما تلبسيش دريس، يعني مش شرط ان انتي تلبسي دريس. وفي برضو بناطيل بتكون قماش كده وايد ليج كده شويه، البناطيل دي لو لبستي مثلا بنطلون اسود عليه بلوزه ستان او بلوزه شيفون انتي كده تبقي مزه في الفرح. بس يكون الفيديو ده متصور قبل المناسبه بتاعتك عشان انا ضميري وجعني بصراحه. جيبي لبسك منين؟ بصي السؤال ده لو انا بجيب من حته معينه، انا كان نفسي ابقى انا الشخص اللي هو انا عندي المحل ده اساسي بتاعي وبروح اجيب منه وهو ده المحل بتاعي مفيش محل تاني. حرفيا انا بجيب من كل حته ومن كل، انتوا لو سالتوني عن طقم من اللي انا بلبسهم كل حاجه فيهم جايباها من مكان ومن حته ومفيش مكان معين بجيب منه حرفيا لبسي يعني حقيقي. ممكن هتلاقوني بجيب من المولات لو عاملين عروض تلاقوني بلف كده في المولات وبجيب. ممكن تلاقوني بجيب من المهندسين لان انا قريبه من المهندسين، ففي محلات جنبنا كده بتكون عامله برضو ال سي اتش ان ام مش عارف ايه، بنزل الاماكن دي وقت السيل وبجيب منها. ممكن يكون محل مش معروف اصلا في منطقه عاديه كده بس منزل حاجات شكلها حلو ادخل على طول ايه الحاجات دي واجيب والكلام ده. من وسط البلد لو انتوا قريبين من وسط البلد، من الوكالة نسيت اهم حاجة من الوكالة برضو. فهتلاقوني بجيب حرفيا من كل حتة، اي محل كده فيه حاجة حلوة هتلاقوني فيه. فعشان كده ما عنديش اللي هو لا انا بجيب من المكان الفلاني، ما عنديش. وفي حاجات كنت بطلبها اونلاين بس ما بطلبش اونلاين كتير بصراحة. في حاجات كنت جايباها من شي ان، في حاجات كنت جايباها من مودانيزا يعني برضو اونلاين وكده. فمش مش كله من حتة معينة والله. خصوصا قبل فرحي دي كانت فترة انا كنت ونسيت اقول لكم في حاجات بكون مفصلاها يعني برضو دي نقطة. اكمل لكم ان انا قبل فرحي يعني حرفيا انا كنت كل منطقة بجيب منها حاجة، كل منطقة حاجات متفصلة، محلات كده صغيرة، محلات عاملة سيل، مولات عاملة سيل، من كل حتة مش من مكان واحد خالص. الصورة دي في ممشى اهل مصر صح؟ الصورة دي فعلا كانت في ممشى اهل مصر وكان يوم جامد على فكرة. انا كنت منزلة فيديو على اليوتيوب في اليوم ده اللي هو اللي احنا كنا فيه في ممشى اهل مصر انا واحدة صاحبتي. صورنا كده كام صورة حلوين كده، عارفين انتوا الصور اللي هي تصوروها كده بتعجبكم وبتفضلوا تحطوها في كل حتة. انا الصورة دي كنت عمالة احطها في كل حتة. جايبة الجيب اللي في الصورة دي منين؟ الجيب دي اصلا دي مش جيب اولا يعني، هي دي ده دريس وانا لابسه فوقيه البلوفر ومع مظبطاه كده وعامله الحزام كانه جيب وبلوفر عليه، بس هو اصلا دريس كامل مش جيب. كنت جايباه من على فكره انا نسيت اقول لكم من ضمن الحاجات اللي انا بشتري منها. انا من بابا ما رحتهاش كتير بصراحه، بس لما جبت منها على فكره حاجات مميزه قوي وحلوه قوي. ففي هناك محلات تحفه اللي هي على الطريق من بره، شارع واسع كده. انا بصراحه مش عارفه اسامي الشوارع هناك بس كان حلو جدا وحاجاتها ما كانتش غاليه. بس اعتقد ان دلوقتي كل الاسعار خلاص بقت غاليه. ما عنديش سؤال بس مستنيه الفيديو القمر زيك والله العظيم، ما حد قمر غيركم، ما حدش حلو غيركم، ما حدش بيدي طاقه ايجابيه غيركم. وانا شايفه ان لما حد بيبقى شايف حد حلو كل يرى بعين طبعه، لو انا قلتها صح او لو انا عرفت اقولها صح او فاهمها صح. اللي انا فاهماه ان كل واحد اللي جواه لو حلو بيشوف اللي قدامه حلو من غير اي مجهود. طول ما انتوا شايفين الناس كده حلوه واموره وعسوله ومستنيينهم والكلام ده علشان انتوا ناس كويسه وانتوا يعني مش عارفه والله ما بعرفش ارد على الكلام الحلو ده. انتي ساكنه فين؟ انا شفت حد شبهك، انا ساكنه في لا بعيد عن عباس جدا. انا رايحه عباس بس انا بقالي فتره ما روحتش، فغالبا انتي شفتي حد شبهي لان انا بقالي كتير قوي ما روحتش هناك يعني بقالي شهور. ممكن يكون من امتى والله ما فاكره بس بقالي شهور كتير. بس انا عايزه اقولك ان انا بحب اروح عباس جدا بحيث ان هناك الاجواء حلوه. وعايزه اقول لكم من ضمن الحاجات اللي نسيت اقولها لكم ان انا اوقات بشتري حاجات من عباس وكده بالنسبه لللبس، يعني بحيث ان هناك في كل حاجه، في الاجواء نفسها لهم كل حاجه، وتلاقوا ناس على الرصيف بتبيع حاجات وناس في محلات وناس وكل حاجه هناك حلوه جدا. انا بحب اروح هناك جدا على فكره. بس هو غالبا انت شفتي حد تاني لان انا ولا ساكنه هناك وبقالي شهور ما روحتش. عندي حالة حزن مش طبيعية صاحبتي وعشرة عمري. مم. مفيش حاجة اسمها احنا مبقناش نتكلم من غير سبب، اتعدوا
شوفي هي ما بتكلمكيش ليه. ممكن تكون هي شايفه ان انت في حاجه انت عملتيها مضايقاها، وانت برضو في حاجه هي عملتها مضايقاكي، فانتوا خلاص زي المغناطيس اللي هو نفر كده من بعضه من غير ما نفهم، من غير ما نتكلم. انتوا ممكن اصلا لو اتكلمتوا وتعاتبتوا تلاقوا الموضوع عبيط جدا جدا، وترجعوا تتكلموا كأن مفيش حاجه حصلت. يعني دي حاجه انا بحب اعملها حاليا لو حد عزيزه عليا. يعني انت بتتكلمي ان انت زعلانه وحزينه عشان هي صاحبتك وعشره عمرك، فاعتقد ان هي عزيزه عليكي وحد مهم قوي عليكي. فما فيهاش حاجه لو احنا اتعاتبنا، طب ايه انت عملتي وانا عملت، طب انت زعلانه ليه، طب انت بتكلمنيش ليه، طب انت هتلاقيها قالت لك اسبابها، وانت هتقولي لها اسبابك وهتتعاتبوا والنفوس هتتصافى وخلاص. يعني نصيحتي ليكي ان انت ما تزعليش وعاتبيها. يا جماعه انا حبيت ان انا اختم معاكم بالرساله دي، وانا يعني طب خلونا نقراها الاول وهنعلق مع بعض. حماتي بتقولي انت مش جايبه حاجه في جهازك على الرغم ان انا جايبه حاجات كويسه، وبتقارني بقرايبها اللي جايبين حاجات كتيره بس مش حلوه، المهم عددها كتير، وانا كنت بجيب حاجه غاليه بس مش كتير، والحمد لله مش ناقصه حاجه. طيب بصي، هو موضوع المقارنه ده، موضوع ان حماتي بتقولي، اصل جارتي بتقولي، اصل فلانه بنت خاله ابن عم ابويا بتقولي انتي جايبه وفلانه جايبه. كبروا دماغكم يا جماعه بجد. يعني انا لقيت ان اكتشفت ان حل الموضوع ده تكبير الدماغ، مش ان انتي تقعدي تبرري وتقولي لا اصل انا الحاجه دي جايبها، على فكره لا انا جايبه السجاده دي غاليه، بس فلانه اللي انتي بتقارني بيها دي جايبه. كبري، انتي مش عايزه تثبتي لحد حاجه. انتي اصلا يعني انا انتي اللي انتي بتحكيه ده انا حسيت ان هو عليا انا. طبعا ما اقصدش ان حماتي بتقولي حاجه، يعني ربنا يديها الصحه، بس اللي انا اقصده ان انا في جهازي ان انا كنت جايبه حاجات غاليه، حاجات مش قصدي غاليه طبعا، يعني مش قصدي، مش بتكلم ان انا جايبه موبايل فصل لان هو تقريبا ما كانش عاجبه الكلام. اللي انا اقصده يا جماعه ان مش ان انا جايبه حاجات غاليه بقول ان انا جايبه حاجات غاليه. اللي انا اقصده ان انا شايفه ان انا جايبه حاجات قيمه، جايبه حاجات نظيفه، حاجات هتعيش معايا فتره طويله. هديكم مثل بسيط، ان انا اجيب مثلا علبه اللي هي بتاعه التلاجة، واحده مثلا، واحده بسعر معين، وبتخش الميكروويف، بتستحمل الحرارة، بتستحمل البرودة، لونها ما بيغيرش، سهلة في التنظيف، بتقفل كويس، خامتها كويسة والكلام ده كله، ولا اجيب قدامها 10 من نوع معمولين تحت بير السلم، الواحدة بسعر بجنيه، وما بتعملش الحاجات اللي انا قلتها دي كلها، وهتبوظ مننا في ثانية، ومش صحية على الاكل، وما ينفعش نحط فيها حاجات سخنة. يعني انا بديكم مثل لعلبة مثلا بتاعت مطبخ، ما بالكم بقى الشقة كلها. فاللي انا عايزه اقوله لك ان انتي مش مالكيش ان انتي تبرري او هي ملهاش ان انتي تبرري لها. انا شايفاه ان انتي عارفه قيمه نفسك، عارفه قيمه الحاجه اللي انتي جايباها، عارفه شقتك ان انتي بتقولي مش ناقصك حاجه، فخلاص انا مش ناقصني حاجه الحمد لله. اقفلي قطمي معاها الكلام، اي حد يتكلم عموما على انتي جايبه مش جايبه، اي حد يتكلم يا جماعه عن حاجه شخصيه تخصكم انتوا اقطموا معاهم الكلام. انا من النوع من الناس اللي ما بحبش حد يسالني عن حاجه تخصني، انا كده يعني، هو انا كده. فانتوا اقطموا، لو الموضوع ما عجبكوش مش لازم بقى اللي هو ده انتي وارد وابقى انا بقى كسفت جبهة ما اعرفش ايه. كبري دماغك، انا واحده بكبر دماغي، انا عارفه انا جايبه ايه، انا عارفه انا دافعه كام، انا اللي اهلي دافعين مش اهلك. عموما اي حد بيقولك حاجه زي كده خليكي فاهمه ان انتي اهلك تعبوا ودفعوا دم قلبهم عشان يقدروا يجيبولك حاجه بسيطه اصلا. فان هما دي جايبه كتير ربنا يزيدها، دي جايبه مش عارف ايه ربنا يكرمها ويزودها وتجيب اكتر، دي جايبه. كل واحد حر يا جماعه، كل واحد بيجيب الحاجه اللي على ذوقه، كل واحد بيلون الشقه على ذوقه، كل واحد بيجيب عفش على ذوقه. كل دي شقتك انت اللي هتقعدي فيها، مش حماتك ولا مش قريبتك ولا مش جارتك ولا الكلام ده. لو حاجه مثلا باظت انت اللي هتصلحيها، لو حاجة عطلت انت برضو اللي هتجيبي الصيانة وانت اللي هتعملي. فمحدش ليه دعوة، محدش بيشيل شيلة حد، كل واحد حر، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. وانت خليكي واثقة ومتأكدة ان انا طالما انا مش ناقصة شقتي حاجة، طالما انا جايبة حاجات قيمة ونظيفة، محدش ليه دعوه. نفسي الناس تبقى في حالها. انا عايزه اجيب كام حد كده من البنات اللي هم شخصيتهم زيي، اللي بيحبوا يكبروا دماغهم، اللي بيحبوا يعيشوا في سلام، ونروح نعيش في كوكب زمردة سوا. بس كده يا بنات، متنسوش تستنوا الفيديوهات الجايه، هنعمل سلسله قبل العيد جامده جدا، فتابعوا القناه،
وفعلوا الجرس، ولو الفيديوهات بتاعتي الاشعارات ما بتظهر لكوش الغوا الجرس وفعلوه تاني علشان اي نوتيفيكيشن تظهر لكم من الفيديوهات بتاعتي، او لما انا انزل فيديو يظهر لكم نوتيفيكيشن على طول. وبس كده يا بنات، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.